انا هتعامل معاك في الفيديو ده ان انت ما تعرفش اي حاجه عن الكلاينتس وازاي تجيب كلاينتس اصلا من الصفر، فاعلمك كل حاجه ستيب باي ستيب كده. فانت لو خلصت الفيديو ده لحد اخره هتفهم كل حاجه وازاي تكلم الكلاينتس والكلام اللي تبعته له وكل الحاجات دي. بس تعالى نمشي واحده واحده. اول حاجه لازم افهمها لك ان انت في طريقتين انت تجيب كلاينتس. في حاجه اسمها بولم وكولد. الورم دي ناس عارفاك، يعني حد يعرفك مثلا في حياتك فيعرف انت مين، فتقدر ان انت تجيبه بان انت بتكلمه عادي زي صاحبك مثلا، بتقول له والله انا عندي بزنس كذا كذا كذا، هو مثلا عنده بزنس فممكن نشتغل مع بعض، فده شخص اسمه ورم اوتريتش. الكولد اوتريتش هو ان انا بكلم حد ما يعرفنيش اصلا، ببعت لحد ايميل، ببعت لحد على الانستجرام ما يعرفش اصلا ان انا موجود في الحياه او ان الشركه بتاعتي موجوده في الحياه. فانت عندك نوعين من الناس، الناس اللي عارفاك والناس اللي مش عارفاك. وفي طريقتين برضه ان انت تجيب كلاينتس. في حاجه اسمها 1 on 1، ودي ببساطه هي ان انا كبني ادم داخل بكلم الكلاينت. انا عارف ان انا اسمي وحش بس يعني انا برسم ماوس برضه يعني، فالموضوع صعب شويه. المهم ان انا كمدثر 1 on 1 دي بخش اكلم الكلاينت ده، بقول له والله انا بقدم سيرفيس كذا كذا كذا. هو ما يعرفش انا مين اصلا، يعني هو بالنسبه له unknown، هو مين ده اصلا، مين اللي بيكلمني ده. فالكول اوت ريتش يعتبر اصعب شويه من الورم اوت ريتش، انت بتكلم حد ما يعرفش انت مين، فبتحتاج شويه حاجات كده بتعمل لها اد، فلازم تتعلمها عشان تقدر ان انت تخلي الشخص يرد عليك، لان البرسنتج ان هو يرد عليك بتبقى قليله شويه، لان طبعا بتكلم حد ما يعرفكش، كان حد باعت لك مثلا مسج زي كده. مثلا اديك مثال، المكالمات اللي بتجي لك بتاعت الريل استيت، كل شويه حد بيتصل بيك في الريل استيت يقول لك مش عايز فيلا ب 20 مليون، مش عايز فيلا 30 مليون. الناس دي بتجيب رقمك وبتعمل حاجه اسمها كولد اوتريتش، بيفضل يتكلم مثلا 1000 حد في اليوم، بيجي له مثلا 5 في الاخر هم اللي ممكن يكونوا مهتمين من ال 1000 واحد. ده اسمه كولد اوتريتش. انما هو لو كلم ناس يعرفها البرسنتج تبقى احسن بكتير قوي. لو كلم 50 واحد يعرفه، هو عارف هم مين، عارف فلوسهم قد ايه، عارف هم مهتمين مثلا بالعقارات، فبيقدر ان هو يحدد من ال 50 دول 20 25 واحد ممكن يكونوا انترستد، يقفل 10 15 كلاينت مثلا منهم يبيع لهم الحاجه. فهنا احنا فهمنا يعني ايه كولد ويعني ايه وولم اوتريتش. طيب ايه 1 تو ماني دي بقى؟ كده احنا شرحنا ال 1 تو 1. ال 1 تو 1 في الكولد والوولم اوتريتش. في حاجه اسمها ال 1 تو ماني. ال 1 تو ماني دي انا هشرح لك فيديو تاني لوحده، لان دي محتاجه فيديو كامل ازاي اشرحها لك وازاي تعملها وازاي تنفذها صح. فتعال نبدا الاول في ال 1 on 1 عشان ما تلخبطش مني، ونفهم يعني ايه وولم اوتريتش. النهارده هنتكلم عن وولم اوتريتش اكتر من الكولد اوتريتش، لان الوولم اوتريتش اسهل بكتير قوي ان انت تجيب منه كلاينت، وبعد كده تتعلم ازاي تجيب كلاينت من الكولد اوتريتش. اول حاجه احنا عاملين ليست كده، انا عايزك تمشي على الليست دي. الليست دي هتساعدك قوي ان انت تفهم الفيديو ده ماشي ازاي، لان انا ممكن اشرح لك كل حاجه من دول بعشوائيه جدا. اللي انا حابه ان انت عارف انت داخل في ايه. احنا اول حاجه هنتكلم فيها هاو ات وركس، بعد كده نتكلم عن الليدز ليست، بعد كده نتكلم عن حاجه اسمها البلاتفورم، بعد كده نتكلم عن حاجه اسمها المسج اللي انت هتبعتها للكلاينت، بعد كده رابع حاجه او خامس حاجه الريتش اوت، تبعت له ايه المسج تبعتها له ازاي، وبعد كده الاوفر، واخر حاجه ask them to refer you. طبعا الكلام مكتوب بالانجلش بس الفيديو كله بالعربي كده كده، بس انا شايف ان انت محتاج تتعلم شويه برضه كلمات عن البيزنس بالانجلش، فالفيديو هيبقى اغلب الكلام بالانجلش مكتوب جوه عشان تقدر ان انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه هاو ات وركس. الورم اوت ريتش. ايه الورم اوت ريتش ده؟ يعني ايه الورم اوت ريتش ده؟ هو ان انا كاحمد مثلا، هنقول الشخصيه دي اسمها احمد. احمد بيحاول ان هو يجيب كلاينت وهو بيعمل فيديو اديتنج حلو، بس احمد ما يعرفش حد وما عندوش نوليدج ان هو يكلم حد، فهو عنده 3 طرق ان هو يجيب بيها الكلاينت ده. عنده اول طريقه هي الايميل، ان هو يبعت لحد ايميل يقول له والله انا بقدم سيرفيس كذا 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 وحابب ان انا اشتغل معاك. دي اول طريقه. بس احمد مش شرط يكون عنده اصلا كونكشنز في الايميل، ممكن يكون طالب لسه مثلا مش الايميلز والايميل اللي عنده بس ايميل الكليه. تاني حاجه ممكن تستخدم دي ام بتاع انستجرام. اتوقع ان كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو دي دلوقتي جايه من انستجرام في الاغلب، فانستجرام دي امز وركس جدا. واخر حاجه هي الكولينج. انت عندك 3 طرق تعمل بيها وورم اوت ريتش. ان انت بتكلم حد بتقول له مثلا هاي، ليتس سي مثلا فور اكزامبل، هاي انا مثلا احمد بقدم سيرفيس كذا 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 وعارف ان انت شغال في كذا فانت محتاج كذا. هنجو ديب شويه في الحته دي قدام، بس انت عندك 3 طرق تجيب بيها الناس او تكلم الناس بيها، وهي الايميل والدي ام والكولينج. لو في طريقه تانية اكتبها في الكومنتس تحت عشان تفيد الناس التانية. طيب بس انا ما اعرفش حد، انا ما عنديش ليدز، انا ما اعرفش حد ان انا ابعت له واقول له والله انا بقدم لك سيرفيس. اول حاجه انت فاهمها بس ان انت هنا انت بتقدم فاليو. يعني ايه؟ يعني انا مش بقدم لحد حاجه هو مش محتاجها، او انا مش بقدم لحد حاجه انا بضحك عليه. هو بيقدم لي فلوس مقابل الخدمه اللي انا بقدمها له. فانت ممكن تكون مثلا فيديو اديتور فبتعمل فيديوهات او بتساعد حد يعمل فيديوهات يوتيوب، فبتوفر له وقت فهو بيدفع لك فلوس عشان ده. فانت تفكر في الموضوع كده، انت مش بتبيع حاجه حرام ولا حاجه غلط، انت بتبيع حاجه الناس محتاجاها. زي مثلا الادز، مثلا الميديا باينج فور اكزامبل. لو حد عنده شركه اي كوم مثلا بيبيع لبس وما اعرفش ايه، فمحتاج حد يعمل له ادز عشان هو مش هيبقى عنده وقت ان هو يعمل ادز، لان هو عنده بلاوي كتير قوي تانية، زي مثلا ان هو يسلم الاوردرات في وقتها، ان هو يتابع مع شركه الشحن، كل الحاجات دي. ف at the end of the day هو محتاج ميديا باير، فانت بتقدم له خدمه كويسه. فلازم تفكر تيجي من الناحيه دي دايما. المايند سيت بتاعك جاي من ناحيه ان انا بفيد الكلاينت، مش انا باخد فلوس الكلاينت، انا جاي افيدك، فلما انت تكسب انا هكسب، وين وين سيتويشن.
فانت هنا احمد ما عندوش ليدز، احمد شايف ان هو ما عندوش ليدز، ما يعرفش حد، انا ما اعرفش حد يا مندسل، طب هجيب كلاينتس منين؟ اول حاجه انت تعملها هي ان انت هتشوف الكونتكست اللي عندك. انت افتح موبايلك كده هتلاقي عندك ناس، لان دي ارخص طريقه تجيب بيها كلاينتس. انت مش ما عندكش فلوس ان انت تروح، انا بعتبر ان انت دلوقتي ما عندكش فلوس تستثمرها في هذا المشروع او في هذا المنتج. انت اللي انت عايز تعمله هو ان انت عايز تجرب تعمل فلوس من غير ما تصرف فلوس من الاخر. فانت ما عندكش فلوس ان انت تروح تشتري ليد ليست مثلا ب 50 60 دولار مثلا، او ما عندكش فلوس ان انت تعمل ادز فتجيب بيها كلاينتس، ما عندكش فلوس دي، فعايز تجيب كلاينتس من الناس اللي انت تعرفها، لان انت اكيد عندك في الكونتكست ناس تعرفها في حياتك، تجيب ان انت مثلا 18 سنه 17 سنه لحد 30 سنه مثلا، عندك كونتاكتس في موبايلك كتير جدا. افتح موبايلك وبص في الكونتاكتس وشوف مين الناس اللي عندك اللي انت ممكن تعمل بيهم ليد ليست. الناس دي مين ممكن بيشتغل في ايه؟ مدسل بيعمل كونتنت على السوشيال ميديا بتاعت ماركتنج وعنده شركه، هقدر اساعد مدسل ازاي بالسيرفيس اللي انا بقدمها؟ لو انا كوتش فيتنس مثلا هساعد مدسل ازاي؟ اسال نفسك السؤال ده. طب لو انا عندي مثلا حد عنده صاحب جيم وانا بقدم ميديا باينج فبيع له ميديا باينج دي، هقدر افيده فعلا ولا مش هقدر افيده؟ تبدا تطلع من الكونتاكت دي اكبر عدد ليد ليست ممكن تطلعه ايا كان الشغلانه بتاعتهم ايه. اهم حاجه في الموضوع ده هو ان انت هتعمل ليست. الليست دي هي اللي هتغير كل حاجه. لو انت ما عندكش ليست فانت ما عندكش اي نوع من انواع معرفه هل انت كلمت الناس دي، هل انت عملت لهم فولو اب، هل انت بعت لهم مسج، هل اسئله كتير قوي هتنسى وهتتلخبط. فانت فعلا انت عندك ليدز كده كده، انت عندك موبايلك عليه كونتاكتس. لو ما عندكش ارقام كتير على موبايلك خش على انستجرام دور على الفولورز اللي عندك. كلنا عندنا انستجرام دلوقتي، كل الناس عندها فولورز، حتى لو عندك 100 فولور بص في الفولورز دول هم مين، بيعملوا ايه، اهاليهم بيشتغلوا ايه، عندهم شركات ايه، عندهم مصانع ايه، عندهم مطاعم ايه، مش شغالين في حاجه، طب هم شغالين في ايه، بيحاولوا يفتحوا مثلا براند لبس، بيحاولوا يعملوا كذا، بيحاولوا يعملوا كذا، ايه الحاجه اللي انا ممكن اساعدهم، ايه السيرفيس اللي انا ممكن اقدمها اصلا اللي ممكن تساعد الناس دي في حاجه. فانت كده كده عندك ليد ليست بس انت مش عارفهم، انت عشان ما فكرتش في الموضوع زي ما انا بقول لك عليه كده. دلوقتي لما تبص للموضوع بص لموبايلك تلاقي ايه ده انا اعرف احمد بتاع جيم، اعرف محمد مش عارف شغال في ايه، اعرف هي تعمل بيهم ليد ليست. تالت حاجه مهمه قوي ان احنا هنعملها هي ان انت تبيك ا بلاتفورم. يعني ايه هكلم الناس دي على ايه؟ يعني هكلم الناس دي على ايه؟ هكلم الناس دي ايميل. شايف ان انا مثلا كمدرس شايف ان الايميلات مش بتنجح قوي في مصر، ممكن تنجح في الوطن العربي في دبي مش عارف ايه لو انت قاعد هناك، في الامارات في السعوديه في الكويت، كل الحاجات دي الايميلز دلوقتي الناس بتستخدمها قوي. الايميلات في مصر تعتبر للشركات بس او الكوربريت وورلد قوي يعني. ف دور على بلاتفورم تشتغل عليه. انا شايف ان انستجرام از جود بلاتفورم ان انت تشتغل عليه جدا، لان كده كده حياتك عليه والناس عاملين لك فولو وانت عامل لهم فولو، فبتلاقوا على ستوريز بعض وبتتكلموا عادي جدا. ممكن الموبايل برضه لو انت واثق في نفسك الى حد ما ان انت تتكلم مع حد في التليفون وتورم اوت ريتش. بس احنا لسه ما وصلناش لحته ان انت هتكلمه اصلا. اللي انا عايزك تعمله هو ان انت بتعمل ليد شيت، دي الستيب المهمه، ان انا بعمل له ليد شيت اللي انا بحط فيها الاسماء الناس وبجمع فيها الداتا بتاعت البشر. انت جمعت الداتا دي، الخطوه الرابعه بتاعتك ان انت هتعمل انت تحط الاسماء دي في شيت. هتحط الاسماء في شيت، هتفتح جوجل شيت كده حلو وهتحط الاسماء دي فيه. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده اللي انت هتعمله هو ان انت تفتح جوجل شيت هيبقى عامل زي كده حلو. هتعمل اول صف ده كده وهتقوم جاي حاطط هنا نيم حلو، وهصغر دي بس شويه عشان تمشي مع الحته دي حلو. بعد كده قوم جاي حاطط مثلا، بس عايز ارسم بس خط كده بالطول، حاسس ان انا في حصه رسم بس انا مش شاطر في الموضوع ده خالص. واحط مثلا نمبل تاني واحده حلو. والله العظيم لو مشيت على الموضوع اللي بقول لك عليه ده بالظبط هتجيب اول كلاينت ليك. بس انت ركز وحاول تخلص الفيديو لحد اخره عشان تقدر ان انت فعلا تستفاد. فاول حاجه الاسم، تاني حاجه الرقم، تالت حاجه مهمه قوي وهي الجوب، او هو شغال في ايه، يعني ايه اللي هو بيعمله اصلا، ايه اللي انا ممكن اساعده فيه. جوب حلو. رابع حاجه ممكن تحطها برضه تبقى لذيذه قوي بالنسبه لك حتى عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه، هي ان انت how can I help. حلو. طبعا نصغر how can I help دي حطها كده you got the gist of it. فانت هنا هتحط اسمه، هتحط بعديها رقم التليفون، هتحط بعديها هو شغال في ايه، هتحط بعديها انت ممكن تساعده في ايه. فمهم جدا ان انت هنا حطيت الاسماء في الشيت، فعايزك بقى تبص على الشيت دي لان الشيت دي هي اللي هتعمل معاك كل حاجه وهي اللي هتفيدك ان انت اصلا تجيب كلاينتس. طب انا الشيت دي همشيها ازاي؟ الشيت دي هتمشيها ان انت بعد ما تحط الاسماء بتاعت الناس وتعمل كل اللي انا بقول لك عليه ده بالمنظر ده، اللي هتكلمه طبعا احنا هنتكلم عن الحته دي قدام، هتكلمه تقول له ايه والكلام ده، بس ركز معايا في الحته دي. هتعمل عليه مثلا لو انت كلمت حد هتعمل عليه اصفر، هتعمل عليه اللون الاصفر عشان تعرف ان انت والله هتعمل هايلايت هنا اصفر عشان تعرف ان انت كلمته. اللي ما كلمتوش ما اعرفش ايه كذا كذا كذا، اللي يقفل منك ككلاينت هتعمل له اخضر. يعني انت الليد ليست دي مثلا ليتس سي ان احنا هنخلي ده اخليه مثلا هايلايت، هخليه اصفر عشان تفهم قصدي. لو انا مثلا كلمت الراجل ده فانا هعمل عليه اصفر، ما ردش عليا عادي يعني رد عليا واتكلمنا وبتاع بس لسه ما عملتش الديل معاه. تاني واحد اعمله بالاخضر عشان افهم اللي هو ده انا كلمته وقفلته ككلاينت. اللي ما قفلش معاك خالص هتعمله مثلا بالاحمر ان هو في الريجكشن يعني.
يعني لو حد مثلا ما ردش عليا فقام جاي ايه، او مثلا قال لي لا انا مش انترستد، او انا مش مهتم باللي انت بتقوله ده، هقول لك ازاي برضه ترد على حاجه شبه كده قدام. يعني ازاي ترد على حد قال لك مثلا انا مش مهتم بالخدمه اللي انت بتقدمها دي، او انا مش جاي معايا، مش مهتم، مش فارقه معايا. فعندك 3 الوان هتستخدمهم. الاصفر بتاع ان انا بعت كلمت حد عادي قلت له على فكره، قال لي هرد عليك. الاخضر رد عليا وقال لي انا موافق. هنا الاحمر دي اللي هو قال لي لا انا مش جاي معايا اصلا، مش مهتم باللي انت بتقدمه ده، او مش عايزه في حياتي يعني، او مش مهتم بيه حاليا. طيب ايه الخطوه اللي بعديها؟ الحته اللي انا هتكلم معاك فيها دي دلوقتي دي اهم حاجه. احنا دلوقتي عملنا كل الحاجات اللي هي ليد ليست، وازاي جبنا الناس، وجبنا الكونتاكت بتاعتنا، جبنا انستجرام فولورز، وكل الحاجات دي. بس الاهم من ده هو انا هقول لهم ايه اصلا، انا هخش اكلمهم واقول لهم ايه. ففي الورم اوت ريتش انت تعرف الناس دي اوريدي، فانت عندك كونكشن معاهم somehow. صاحبك، صاحبك، قريبك، الحاجات دي كلها، فانتوا كده كده بتتكلموا عادي. يعني انت مش لازم تخش تتكلم تقول له هاي انا ببيع ما اعرفش ايه، لا. انت لازم تبقى فاهم في السيكولوجي. احنا كمان عشان السيكولوجي برضه داخله في البيزنس، وهي فكره ان انا لازم ابقى بني ادم. يعني انا مثلا ناس كتير بتكلمني على انستجرام تقول لي انا عايز اشتغل معاك فيديو اديت، بس طريقه المسج اللي هو بيبعتها بتخليني اتقفل منه، مش عايز اتكلم معاه. لو حد بقى اعرفه دخل كلمني وقال لي مثلا هاي ايه الاخبار عامل ايه، انا شايف ان انت مثلا جبت اضاءه جديده الفتره اللي فاتت دي، وغيرت طريقه الاضاءه بتاعه الاوضه، وحابب قوي الكلام ده، فاقول له مثلا شكرا، اعرفه، فانا ارد عليه اقول له شكرا ربنا يخليك تسلم لي. بعدين يقول لي طب انت في حد شغال معاك فيديوهات مثلا، فاقول له اه. فيقول لي طب ايه رايك اعمل معاك مثلا كذا 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 كذا. ده فور اكزامبل. فاحنا اللي انا بقوله بس في الحته دي لسه هقول لك تقول ايه برضه، بس اللي انا بقوله في الحته دي مهم قوي، ان هو بي از هيومن از بوسيبل. انا عايزك تبقى بني ادم طبيعي زي ما اي بني ادم بيكلمك. انما لو حد اتصل بيك في التليفون قال لك الو عامل ايه الاخبار، احنا عندنا فيلا ب 20 مليون تشتري، او احنا عندنا فيلا بمليون، او احنا او ايا كان السيرفيس اللي هو بيبيعها لك، هتخض، هتحس اللي هو لا انا مش عايز ارد عليه، او انا الموضوع غريب. ايه الحاجه اللي انا المفروض اقولها؟ عندك حاجه اسمها اي سي اي واي. الطريقه دي هي اسمها acknowledge compliment ask a question. يعني تعالى نقول ان انا مثلا كوتش فتنس، انا كوتش بمرن فتنس وبحاول ادور على كلاينتس بتاعت فتنس، وانا اصلا شغال في جيم مثلا، بس عايز اكبر الموضوع، عايز ابدا اشتغل اونلاين واجيب اونلاين كوتشنج والحاجات دي، واحنا كل ده شغالين في ال1 on 1. الفيديو بتاع ال1 to 1 هينفع الناس كلها عامه، بس ده يبقى فيديو تاني. فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان برضه تاخد الفري كولز، هيطلع لك اعلان. الاكنولجمنت بقى هي ايه؟ ان انا بقى اكنولج هو ايه، هو اكنولج حاجه هو بيعملها. طبعا الموضوع على انستجرام سهل جدا دلوقتي، بمناسبه ان احنا عندنا انستجرام ستوريز، فسهل قوي ان انا اخش ابعت له على انستجرام اقول له اي حاجه. فلتس ان احمد مثلا فيتنس كوتش، فبيدور على كلاينت، فلقى ان واحد صاحبه خلف، جاب مثلا يحيى، فيحيى ده ابن محمد مثلا، بقى يحيى محمد. فاحمد عايز يكلم الراجل ده عشان يحاول يبيع له السيرفيس، وعارف ان هو مثلا عنده شركه عقارات مثلا، او شغال في حاجه وما عندوش وقت قوي. فهو هيعمل ايه احمد يخش يقول له الاكنولجمنت، يخش يقول له الف مبروك ما شاء الله ربنا يبارك لك ويتربى في عزك والحاجات دي. فبالتالي بالطبيعيه كونفرزيشن عاديه جدا، الراجل ده هيقول له كده، الراجل ده جاي قايل له عقبالك وربنا يبارك لك والحمد لله ومش عارف ايه والكلام ده. فالراجل ده قايل له عامل ايه في الشغل مثلا، ايه الاخبار الشغل عامل ايه، فيرد عليه يقول له الحمد لله والدنيا غاليه ومش عارف ايه وبتاع، ما عنديش وقت وبتاع. هنا الاكنولجمنت والكومبلمنت حصلوا خلاص، انا اكنولجد ان هو خلف، او اكنولجد حاجه جديده حصلت في حياته، وبقيت هيومن عادي بخش اكلمه عادي جدا. وبعدين الكويشن ده هو الحته المهمه. طب ايه الكويشن ده؟ الكويشن ده هديك اكزامبل زي الفتنس، ان انت انا دلوقتي محمد وخلفت يحيى، فانا ما عنديش وقت، انا راجل عندي شركه عقارات مثلا، ما عنديش وقت خالص ان انا اتمرن. فانت لما بتساله تقول له ايه do you get time to work out how do you make your food. فانت عندك هنا سؤالين مهمين قوي، انا بديك اكزامبل مش لازم تسال السؤالين، بس ده سؤال do you get time to work out. هو انت عندك وقت ان انت تشتغل؟ انت راجل عندك شركه عقارات، اكيد ما عندكش وقت. فوات اف اديتك كذا كذا كذا، وده هنشرحه قدام. بس انت في حته وات شود اي سي، انا هساله سؤال. طب في الماركتنج انا هاو دو يو هاندل الماركتنج، انت بتهندل الماركتنج بتاعك ازاي؟ انت بتعرف تعمل ماركتنج اصلا، ولا عندك حد شغال معاك بيعمل ماركتنج؟ فيديو اديتنج do you have someone that helps with your editing، انت عندك حد بيساعدك في الفيديو اديتنج؟ do you have someone that helps with your video editing؟ لا. ممكن وممكن depends، ان في ناس كتير قوي بتعمل فيديوز بنفسها، انا قعدت سنين بعمل فيديوز بنفسي يعني. ف الاسئله دي مهمه جدا ليه؟ لان انت هيومن عادي، انت بتساله سؤال عادي جدا. هو ممكن يكونش عارف اصلا ان انت شغال في الفتنس، وممكن بس انت بتساله سؤال عادي جدا عشان تعرف هو فعلا بيعمل ده ولا ما بيعملش ده. نرجع للسيكولوجي حته صغيره كده. طبعا انا هقول لك ايه المسج اللي تبعتها بالظبط وكل الحاجات دي، بس هنرجع للسيكولوجي حته صغيره قوي. الناس بشكل عام في حياتها بتحب قوي ان هي تروح لثيرابيست، يعني بتحب قوي ان هي تروح لدكتور نفسي. ليه؟ عشان الناس بشكل عام بتحب تتكلم عن نفسها. يعني لاحظ كده ان انت لما بتحكي اي حاجه في حياتك لاي حد، مثلا انا لسه رايح الجيم امبارح، او انا كنت في الجيش وحصل معايا كذا كذا كذا، القعده كلها تبدا ان هي تتحول للكونفرزيشن دي. بس ايه اللي هيحصل؟ ما حدش هيسمعك، الناس هتبدا تستناك تخلص وبعدين يقول لك ده انا في الجيش بتاعي حصل معايا كذا كذا كذا. ده اللي بيحصل، الناس كلها بتعمل كده. حتى لو لاحظها مثلا في البنات او الاولاد، كل الناس بتعمل كده. حتى لو حكيت له حاجه مثلا، قلت يا ابني ده انا في قدك عملت كذا كذا، فالناس بطبعها بتحب تتكلم عن نفسها. فانت لما تدي حد الفرصه ان هو يتكلم عن نفسه، او يحكي لك حاجه عن شغله، او يحكي لك او بتفتح حته حلوه قوي ان هو بيحبك اولا، لان هو بدا ان هو يستريح نفسيا معاك. لان الناس دي في ناس كتير بتروح تدفع
1000 جنيه مثلا في السيشن عشان يقعد مع ثيرابيست، وفي 5 وفي 6 في السيشن. فانت لما بتسمع حد انت بتدي له فاليو كبير قوي، انت offering something valuable جدا، عشان الناس بتبقى عايزه فعلا تتسمع. انت هتحسسهم ان هم appreciated، وهتبني تراست وهتبني لايكابيلتي. الناس دي هتحس ان هي انا واثق فيه، انا اي لايك هيم، انا حاسس ان هو شخص لذيذ، حتى لو انتوا كنتوش مثلا قريبين قوي الفتره اللي فاتت دي، بس بدا ان هو يحس ان انتوا قريبين بسبب الثقه. بقى في ثقه ما بينكم كويسه، وفي استلطاف. يعني خلاص انا بحكي له حاجه عن نفسي ومش هحكي لاي حد الحاجه دي. فالحته دي مهمه قوي. طيب ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي انا هقوله بقى؟ طب انا فهمت دلوقتي السيكولوجي والمدرسه اللي بتتكلم عليها دي، هقول ايه بقى؟ يعني ايه الحاجه اللي انا هقولها عشان اظبط الدنيا، عشان اخلي الناس دي ايه، تقتنع بيا؟ طيب اول حاجه احنا هنتكلم على مثال محمد ويحيى. محمد اللي خلف يحيى وما عندوش وقت، فتعال نقول محمد. حلو. فمحمد ده عنده ستراجل. ايه الاستراجل اللي هو عنده؟ هو دلوقتي محمد ده ما عندوش وقت، يعني وقته ضئيل جدا، ما عندوش وقت، وعنده شركه وبيشتغل ومعاه فلوس. فانت كده ده تلاجت اودينس كويس، لان ده شخص معاه فلوس ان هو يشتري، عنده باينج باور، يعني بيقدر يشتري، انه يقدر يشتري حاجه، معاه فلوس بس ما عندوش وقت. ايه الدريم اوت كم بتاعه؟ احنا دلوقتي هنتكلم على الستراجل بتاعته. ايه الستراجل بتاعت محمد؟ ان هو التايم، صح؟ يبقى انا هسال ايه الستراجل؟ التايم، ما عندوش وقت. طيب ايه الدريم اوت كم بتاعه؟ ان هو مثلا lose weight become healthier مثلا. حلو. فمستر محمد عايز يلوز ويت ويبقى هيلثي، يبقى شخص هيلثي، وعايز يعمل ده في وقت معين قبل الصيف مثلا، عنده 3 شهور قبل الصيف. حلو. الكلام ده ينطبق على اي بزنس في الدنيا، يعني مش بكلمك على الفتنس بس، الكلام ده ينطبق على اي بزنس في الدنيا. بس انا هديك اكزامبل ده عشان اسهل بالنسبه لاي حد يفهمه. انا ما حطيتش بس دي في الفيديو، بس اكتبها عندك في الموبايل، او اكتبها في النوتس، او اكتبها في اي ورقه وقلم عشان تقدر تستخدمها بعد كده. مع اني مش بفضل قوي ان انت تمشي بالسكريبت اللي انا هقوله لك. انت لو فهمت الثلاث حاجات دي تقدر تعمل سكريبت لاي حاجه في الدنيا. يعني انت بتقول له الستراجلز بتاعته، الحاجات اللي هو بيعدي بيها، والحلم اللي هو عايز يوصل له، والوقت اللي هو يقدر يوصل له فيه. فتعالوا نقول ان احنا بنبعت مسج محمد اللي عايز يخس. هقول له ايه؟ محمد عامل ايه الاخبار؟ اول حاجه انا عارف ان انت ما عندكش وقت خالص ان انت تتمرن، وعارف ان انت مش مهتم بصحتك الفتره اللي فاتت دي، لدرجه ان انت حاسس ان انت صحتك بدات تقل ووزنك بدا يزيد، ومش عارف تلعب مع عيالك في النادي، او مش عارف تشيلهم مثلا، وكل الحاجات دي بتاثر عليك جدا. بس انا عارف ان انت ما عندكش وقت ان انت تعمل ده. فلو انت اديتني 45 دقيقه من يومك لمده 3 شهور، هقدر ان انا اوصلك للشيب اللي انت نفسك فيه، وفي نفس الوقت صحتك تبقى احسن بكتير قوي. هنا انت اتكلمت عن الستراجلز اللي هو بيعدي بيها، انه ما عندوش وقت. اتكلمت عن اللوز ويت او بيكام هيلثي، لان انا ابقى احسن. تالت حاجه اتكلمت على فتره زمنيه هو يقدر يخلص فيها ده من غير ما هو يتعب قوي، لان هو بيحط 75 دقيقه في اليوم بس. طيب محمد قال لك لا انا مش مهتم، او محمد قال لك لا انا مش عايز اعمل ده. اول حاجه انت الاوفر اللي انا شايف ان انت المفروض تعمله في الاول، انت ما عندكش اكسبيرينس وانت اول كلاينت ليك، ان انت تدي له حاجه دي فول فري تماما، ما تدفعوش فلوس خالص. فالكلاينت ده هيشتغل معاك كده كده فول فري. ايه المشكله؟ انت لا بتطلب مني فلوس ولا بتطلب مني اي حاجه، انت بتدي حاجه فور فري بس. طب الراجل ده ما وافقش، او مثلا مش مهتم، ما عندوش وقت فعلا، ما عندوش 45 دقيقه بتوع اليوم دول، هعمل ايه؟ اللي انت تعمله هو ان انت هتبدا تساله طب انت ما تعرفش حد تاني مهتم بحاجه زي كده؟ او انت ممكن تغير الكونفرزيشن تاني خالص. اصلا ممكن نرجع للي قبليها دي، ممكن تغير الكونفرزيشن خالص، ان انت تتكلم معاه عادي بعد ما يتكلم معاك ويتكلم معاك في الحاجات دي كلها بتاعت الثيرابيست وكل الكلام ده، ان هو اتكلم عن نفسه وبتاع. فانت عرفت ايه الستراجلز اللي بيعدي بيها، الحاجات المشاكل اللي عنده، وما عندوش وقت، ايه الحاجات دي كلها. فتيجي انت تقول له ايه مثلا؟ انت ما تعرفش حد بيعمل محتاج ان هو يبدا يخس وصحته تبقى احسن، او ان هو يعمل مثلا فيديو اديتنج، او ان هو يعمل ميديا باينج ومحتاج ان هو يزود المبيعات بتاعته على فيسبوك ادز، بس ما عندوش وقت ان هو يعمل ده. ايا كان المجال اللي انت تشتغل فيه، انا بس سهلت لك جدا بموضوع الفتنس ده. انا عايزك تفهم السيلز، عايز تفهم ازاي ممكن تجيب كلاينت بجد. لو دخلت قلت لك سكريبت خبط لزق كده مش تفهم اي حاجه. ف describe the struggles, dream outcome, time delay. الثلاث حاجات دي لو عملت لها ميكس صح جدا، وحتى لو انت مكسوف تساله تقول له تعال اشتغل معايا، قول له دلوقتي ما تعرفش حد محتاج ان هو يتمرن في الجيم مثلا، او ان هو يخس، او ان هو يحسن صحته مثلا عشان ولاده وبتاع والكلام ده، وتتكلم على الستراجل بتاعته، لان هو اكيد صحابه في نفس الحته دي. وفي 3 شهور هعمل ده. هتقول له ان انت انا عامل كيس ستادي هجيب فيها 5 اشخاص بس، ال5 اشخاص دول هحاول اوصلهم للدريم اوت كم. وانا اصلا اوريدي عندي تستيمونيالز من اكس اكس اكس، مثلا بنت خسستها، او ولد خسسته ووصلته للنتيجه اللي هو عايزها، او واحد عملت اشتغلت مع فيديو اديتنج، او واحد عملت معاه ميديا باينج، او واحد عملت له كود، عملت له ويب سايت، كل الحاجات دي. الديبندز انت في مجال ايه. بس زي ما بقول لك اللي انا بقوله لك ده يشتغل في اي مجال في الدنيا. ف ركز كويس قوي في الحته بتاعت ديسكرايب ذا ستراجلز. انا هقول له الحاجات اللي الصعبه اللي هو مش فاهمها، وهعمل الدريم اوت كم، وهعمل تايم ديلي، ان هو انا عايز المشكله هو بيعدي بيها زي الوقت، ايه الهدف بتاعه اصلا، ايه التايم اللي انا هقدر اخلص فيه المشكله دي. الثلاث حاجات دي لو عرفت تعمل لها هاك، اي كلاينت في الدنيا هتجيبه ايا كان مجالك ايه. تاني مهم قوي ان انت تفهم ان انا اللي قلته لك ده ما تستخدموش على الفتنس بس. اللي انا قلته لك ده يشتغل على الاس اي او، يشتغل على السوشيال ميديا ماركتنج ايجنسي، يشتغل على الكودينج، يشتغل على الكوبي رايتنج، يشتغل على السيلز، يشتغل على اي حاجه في الدنيا.
انت هنا بتتكلم مع سايكولوجي سيلز، انت بتحاول تجيب كلاينت من الولم، الناس اللي انت اوريدي تعرفها، من الكونتاكس، من الليد ليست اللي احنا عملناه. هتبدا تعمل ده كذا مره مع كذا حد، يعني انت هتبدا تجرب تعمل ده مع كل الليد ليست اللي انت عملتها، عشان انت بتقدم حاجه ببلاش. انت لو انت لسه بتبدا تقول لي طب انا اشتغل ببلاش ليه وبتاع، والله العظيم هو ده ده الاوفرز اللي موجود. السوق بقى ساتوريتد جدا، في ناس كتير قوي بتعمل نفس الحاجه. ايه اللي يميزك؟ ان انت تقدم حاجه ببلاش، بس لما تقدمها ببلاش تقدمها على اكمل وجه، تقدمها وتتقن عملك فيها بجد، عشان والله العظيم لما تعمل كده مش متخيل كميه الريفيرلز او الناس اللي هتجيلك من خلال الشغل ده. تعمل حاجه ببلاش مره، تاني شهر هيدفع لك لان انت وصلته للنتيجه اللي هو عايزها. دون بروميس حاجه ما توصلهاش، يعني اوعى توعد حد بحاجه في الشغل بالذات وما توصلوش لده. الاحسن ان انت تعمل حاجه اسمها اوفر ديليفر، بتدي له اكتر من الحاجه اللي هو طالبها. فركز قوي، جرب اعمل الحاجات دي، وقول لي في الكومنتس عندك اي اسئله، خش ابعت لي على انستجرام، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الكول سيل فور فري يطلع لك في الاعلانات اللي موجوده على يوتيوب، واشوفك في الفيديو الجاي.